السلام عليكم ورحمة الله، معكم ابن نايبة بحلقة جديدة. وحلقة اليوم بعد ما وصلت للشهر العاشر بالزراعة. في الفيديو هذا حاب نعلمكم ونوجهكم بحسب خبرتي البسيطة كيف تحافظوا على شعركم بعد الزراعة أو حتى قبل، لو انتم تبغوا مجرد تحافظوا على شعركم بس كيف ما هو، لأنه قاعد شعركم كويس بس انتم تبغوا تحافظوا عليه زي ما هو. خلينا نحكي لكم أول حاجة وعلى أسوأ حاجة احنا عندنا في ليبيا اللي هي المية. مية الآبار اللي في ليبيا تحتوي بنسبة كبيرة على الكالسيوم، وهذا حاجة تضر في البشرة وأيضا في فروة الرأس. فخلي نقولوا إن أهم حاجة باش تحافظوا على صحة شعركم تكونوا تدوشوا بمية صالحة للغسيل، تكون ما فيهاش كالسيوم، إما عن طريق تركبوا لها صفايات أو منظومة أو حسب يعني منطقتكم، كل منطقة المية بتاعها شو تحتاج، لكن لها حل بإذن الله. الحاجة الثانية هي العناية بفروة الرأس. كيف العناية بفروة الرأس؟ عن طريق سيروم، عن طريق منتجات فيتامينات، وعن طريق شامبوات صحية. هل تنصح بمنتجات معينة؟ ايه ننصح منتجات إليتير، لأن أنا هذه المنتجات اللي جربتها وحصلت معها نتيجة قوية. خذت منهم بوكس شامل فصلة ميزوثيرابي، تقدر انك انت تدير ديرمولار لفروة الراس وتقعد تدير في قطرات على فروة الراس وتدلك فروة الراس، وهذه حتعطيك نتائج قوية. ايضا عندنا حبوب الفيتامينات من إليتير زي ما شفت لكم فيديوهات اللي فاتوا، في بوكس خاص من إليتير ححطوا لكم في الرابط، تقدروا ترفعوا الفيديو وتعرفوا كل المكونات هذه. حبوب الفيتامينات هذه فيها اهم الفيتامينات اللي تحتاجها وصيلات الشعر باش تكون في افضل حالة لها. ايضا عندنا السيروم الطبيعي اللي هو يعتبر منتج طبيعي 100%، حتى لو انت وقفت عليه ما يسببلكش تساقط بعد ما انت وقفت عليه. عندنا ايضا شامبوات طبيعيه ناتشورال من إليتير تنقص من التساقط وايضا تحسن من جوده فروه الراس، لانها شامبوات صحيه ما فيهاش اي مواد مضره بالشعر. ايضا عندنا طريقه الاهتمام بفروه الراس. اكيد كما نطلب في ناس تدير في كريمات، تدير في مثبتات، اكثر من حاجه. فهذه الحاجه تزيد تضر الشعر، وخاصه انت لما تستخدم مشوار على درجات حراره عاليه يكون قريب من فروه الراس، انت قاعد تقصر في شعرك وقاعد تتلف فيه بنفسك. حتى لو انت حابب تستعمل الشوار استعمل على درجات حراره منخفضه، يكون بعيد عليك، ما يكونش قريب يعني هيك نفس المسافه هذه، لا يكون يعني مثلا 30 سم بعيد عن فروه راسك، او تجففها بعد الاستحمام. ولكن كده تجففها بدرجه حراره قويه ويكون قريب هلبة، هذه منصحش بها. انا حتى تستخدم ما عادش تستخدم فيه شبه نهائي، مرة على أقل درجة حرارة، على أقل قوة في دفع الهواء، وبعيد هلبة يعني مسافة ايدي كلها 30 سنتي وأكثر. هذا بيني وبين هو الشوار البارد في حال إنه مستعجل إنه يجفف شعري بشكل صحيح. أيضا نفس جفف الفوطة لازم الموضوع يكون عبارة عن طبطبة على فروة الراس. لازم تهتم بفروة راسك باش تقعد ديما على فروة راس صحية، زي استعمال سيروم طبيعي مثلا إليتير، أو حتى فيتامينات. تستعمل ماء كويس صالح لغسل فروة الراس وحتى للبشرة بصفة عامة، باش تقدر تحافظ على صحة شعرك، يكون شعرك الموجود أو المزروع يكونوا يعيشوا معك لأطول فترة ممكنة. لو بتاخذوا نصيحتي، في باكج خاص من شركة إليتير يسدك من 3 ل 6 شهور على حسب استعمالك، لكن نقدر نقول إنه هو 6 شهور سعره يعتبر فيه فصل فيتامينات وشامبوات وأيضا سيروم باش تحافظ على صحة الشعر، وميزوثيرابي، وايضا شامبو طبيعي ناتشورال من إليتير. في الباكج هذا شرحت لكم عليه قبل، فصل جميع الحاجات اللي انت تحتاجها باش تكون شخص معتني بشعره بطريقه صحيحه 100%، وما تحتاج اي شيء اخر. الباكج هذا يبنيك على اي حاجه جانبيه تستعملها لشعرك، تبدا انت مجرد الباكج هذا تمشي بيه امورك تمام. الباكج هذا حيسدك 3 شهور لو استعملت الفيتامينات مرتين في اليوم واستعملت السيروم مرتين في اليوم. 6 شهور لو استعملتها مرة يعني حبة فيتامين في اليوم، السيروم مرة واحدة، ميزوثيرابي مرة في الشهر. ولو مهتمين بعملية زراعة شعر تلقوا هنا لاطة في الديسكريبشن رابط يربط موقع استشارة مجانية تحجز في الموعد اللي يناسبك باش يتصل بك أحد الدكاترة المختصين من إليتير ويعطيك جميع المعلومات عن زراعة الشعر. ولو أنت خلاص حبيت إنك أنت تتأكد أعطيك كامل التكاليف وكل الحاجات اللي أنت تحتاجها باش تزرع راهم وتدير خطوة مش حتندم عليها طول حياتك بإذن الله. كان معكم ابن نايف، نتلاقوا إن شاء الله بحلقة جديدة. سلام.